انا ضربت حماتي بالشبشب. ايه ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا كده نتفرج على الفيديو بتاع البنت اللي ضربت حماتها بتقول عنها ايه قدام ابنها قدام الناس كلها، وقبل ما حد يقول لي انت غلطانه ولا كنت اعتبرتيها زي امك ولا دي زي امك اصلا، اسمعوا هي عملت معايا ايه. نحن كل اذان صاغيه. ابهرينا. الاستاذه اللي هي المفروض حماتي، من ساعه ما ابنها اتقدم لي، انا وهو كنا بنحب بعض واتقدم لي واتجوزنا، بقى متجوزين بقالنا 3 سنين. ربنا يديم المحبه يا رب وتفضلوا مع بعض العمر كله. وفي ال3 سنين قدام قرايبها وقدام اللي يسوى واللي ما يسواش وقدام الناس اللي اعرفها واللي ما اعرفهاش، كانت دايما تقول لابنها قدامي اللي انت جايبها لنا من الشارع، إيه انت رباية شوارع، مع اني والله انا بنت ناس وليا اهل وليا اصول. لا الصراحه حماتك ما عندهاش حق، واحنا اللي كنا زعلانين عليها. بس كنت باجي على نفسي عشان ابنها، كنت باجي على نفسي عشان بيتي وعيالي. اكيد طبعا كل ام مثاليه لازم تيجي على نفسها عشان خاطر بيتها وعيالها. كملي كملي. فجت في يوم كنا رايحين المصيف، فلقيتها جايه بتتكلم معايا وبتقول له انا مش عارفه ايه اللي خلاك تجيب مراتك معانا، انا مش بحبها، وقالت الكلام ده قدامي لا الصراحه ما عندهاش حق، دي 3 مرة على فكره تغلط فيكي. فيديو واحد بس. وشي. المهم ظهرت الرقاصه، طلعت رقاصه اللي بتطلع في المصايف، الرقاصين اللي بيطلعوا في المصايف، راحت قالت لجوزي قدامي شوفي الجمال، هي دي الستات ولا بلاش. يا من نوع الناس اللي هي بتحب الناس المتبرجه. ايوه كملي كملي. لو كنت اتجوزت رقاصه بالجمال ده كنت هغفر لها ليه بس انا كنت فاكر ليه كانت بتحج باين صح؟ كنت فاكر ليه كانت بتحج. كان اسمها ايه؟ كانت الحاجه ام ايه؟ رقاصه، بس ربايتي بدل رباية الشوارع اللي انت جايبها لي، ما اعرفش ليه مصره ان انا رباية شوارع. لا ما عندهاش حق الصراحه، دي شكلها من الناس اللي هي في سواد على قلبها. ساعتها انا لقيت جوزي، مع اني كنت محرجه عليه يحترم نفسه قدام اي حد، قام عمل حركات جريئه مع الرقاصه وانا قاعده. لا بس انت مش شرجويه، لا انت لو شرجويه اصيله كنت مسكت كعب الشبشب وعلى دماغه قدام الرقاصه كنت بسطيه. رحت قلت لها حسبي الله ونعم الوكيل فيكي وفي عيالك. قالت لي انت بتتحاسبيني عليا؟ طبعا ما انتش رباية شوارع، انتظر منك ايه. لقيت نفسي خرجت عن شعوري وما دريتش بنفسي الا وانا قاعده على الشبشب ومنزلاه على دماغها. كلنا شفنا الشبشب اللي نزل على دماغها وكلنا اتفرجنا على الفيديو، والفيديو كان جميل جدا والضرب كان مثير، حتى احنا زعلنا على الست الكبيره اللي هي انضربت. بس تسلم ايدك ويسلم الشبشب اللي نزل على دماغ الحاجه اللي هي اسمها حاجه، اللي هي كل مره تشوفك تقولك انت طالعه من سله زباله او تربيه شوارع، الله اعلم. انا كان ممكن اعملها زي امي، انا اصلا بقالي 3 سنين بعملها امي، بس هي ست بجحة، هي ما تستاهلش صلة الرحم ولا تستاهل ان انا اعملها بمنتهى الاحترام. في ستات كده بتحب تهزق نفسها مع الاصغر منها. اعزائي المشاهدين اللي وصل معانا لنهايه الفيديو، جبت لكم معانا المتهمه وسبت لكم المجني عليها تحكموا عليها في التعليقات، وسلام.